انا جيت. وطبعا قبل اي حاجه يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي. فيلمنا بيبدا مع راجل بيبقى باين عليه كده واكل علقه موت ووشه كله دم، بيبقى متكلبش وقاعد في جلسه تحقيق. بس ان الغريب ان كل دوت مش فارق معاه، لدرجه ان هو بيطلع سيجاره بمنتهى الهدوء وبيولعها، وبعد كده بيطلع علبه تونه تانية وفتحها ونشوفه بيطلع قطه علشان ياكلها. كل ده بيحصل قدام المحققين اللي قاعدين قصاده مستغربين جدا، لحد ما اخيرا واحد فيهم ساله وقال له انت مين؟ وقعد يفكر شويه كده وبعدها رد عليهم وقال لهم انا مجرد نكره، وبيبدا يحكي لهم نبذه مختصره عن حياته عشان يشرح لهم اللي حصل. من هنا بقى بنرجع بفلاش باك لفتره طويله وبنشوف المتهم اللي اسمه هاتش وهو عايش حياه عاديه جدا، وان حياته ما فيهاش جديد وبيعمل نفس الانشطه كل يوم الصبح بدري، وان هاتش كان بيبدا يومه بشويه رياضه وبعدها يفطر على طول علشان يروح يشتغل في مصنع الحديد والصلب، واللي بالمناسبه شغال فيه اهل مراته. ابوها واخوها شغالين هناك، هو كان في قسم الحسابات. بعد ما بيخلص شغله بيرجع البيت عشان يقعد مع بنته وابنه، وبعد شويه بينام بدري علشان يصحى للشغل تاني يوم، ونفس الروتين دوت بيكرر كل يوم. حتى لما بيخرج يمشي في الشارع ويعمل رياضه بيلاقي اعلانات لمراته في كل مكان، واللي بالمناسبه بيكون اسمها بيكا. مراته دي اشهر سمساره عقارات في البلد كلها، وفي المقابل هو مش بيعمل اي حاجه مختلفه في حياته الممله، مش قادر حتى يغير الروتين اليومي اللي بيموته بالبطء. لحد ما في ليله حصلت حاجه غريبه جدا، حاجه كانت السبب في تغيرات كتير وخلتنا نشوف الشخصيه الحقيقيه للراجل ده. ليله يوم الاثنين كعادته راح هاتشي يطمن على اولاده فوضهم، لكنه اتفاجئ ان ابنه صاحي وبيحذره من حاجه، وفعلا سمع صوت دربكه جايه من الدور اللي تحت. نزل هاتشي بسرعه يشوف في ايه، ولقى اتنين حراميه فتحوا باب الشقه ودخلوا. هنا هاتشي مسك عصايه عشان يواجههم، حاول يتصل بالشرطه لكن واحد من الحراميه رفع المسدس عليه وقال له ارمي السلاح وما تحاولش تعمل اي حركه، احنا عايزين فلوسك بس. هنا هاتشي رد عليهم بهدوء وقال الفلوس الكاش كلها في الطبق اللي على السفره، احنا بنستخدم كروت الائتمان اغلب الوقت. فعلا الحراميه خدوا الفلوس كلها وحتى الساعه اللي كانت في ايده، بس هما بيقلعوها له. نشوف ان هاتشي لاحظ حاجه على ايد الحراميه، بيشوفوا وش من الصقر اللي على ايد الحراميه، وخلاص كانوا هيهربوا من البيت. لكن المفاجاه حصلت لما ابن هاتشي مسك واحد من الحراميه وكتفه، فضل ينادي على ابوه علشان يجي يضرب الحرامي التاني. وفعلا هاتشي جرب كل قوته ورفع العصايه علشان يضرب الحرامي، لكن فجاه وقف مكانه ونزل العصايه وطلب من ابنه انه يسيب الحراميه يهربوا. الولد استغرب جدا من طلب ابوه لكنه في الاخر ساب الحراميه يمشوا. وقتها الام طلعت وهي متوتره جدا وقالت للحراميه من فضلكم خدوا اللي انتوا عايزينه بس امشوا ما تاذوش حد. فعلا الحراميه اخدوا بعضهم وخرجوا من البيت، وبنشوف ان الابن كان زعلان من ابوه جدا لانه شافه ضعيف وما رضيش يساعده في مواجهه الحراميه. ولما جت الشرطه وسالوا عن اللي حصل استغربوا من موقف الاب، حتى هو نفسه قعد يقول لنفسه ازاي اسمح بكده، ازاي اعرض عيلتي للخطر واقف مستسلم. وحس وقتها ان كل اللي حواليه بيبصوا له بسخريه واستضعاف. لكن الليله عدت على خير، ولما جه وقت النوم بنته الصغيره جت تنام في حضنه وقالت له انا مش خايفه من حاجه طول ما انت جنبي. تاني يوم الصبح الابن بيقول لابوه في المدرسه طالبين مننا نكتب موضوع عن جندي سابق في الجيش، كنت عايز اكتب عنك. رد هاتشي عليه وقال له ايوه انا كنت جندي في قسم الحسابات، يعني انا ما ليش اي لازمه وكنت مجرد نكره. وهنا الام اتدخلت في الكلام وقالت للولد ليه ما تروحش لخالك تشارلي، هو كان جندي حقيقي وهيفيدك اكتر. هنا الاب بيبص لمراته بنظره كلها استغراب لانها بتتريق عليه، لكنه ما كانش عنده اي حاجه يقولها. واليوم بيعدي طبيعي وبعد كده بيروح هاتشي على شغله، وهناك بيقابل تشارلي اخو مراته بيقعد يضحك عليه على اللي حصل امبارح. اللحظه دي بيعرف هاتشي ان مراته حكت لتشارلي، وهنا تشارلي بيقول له خد المسدس ده عشان تعرف تدافع عن عيلتك، وبياخد منه المسدس وبيخبيه في الثلاجه وبيسيبه وبيمشي. هو خارج بيقابل حماه وبيقول له على اللي حصل امبارح، بيقول له ان انت اتصرفت صح، ان انت خبرتك في القتال ضعيفه، لو عملت حاجه تانية كنت هتخلي حياتك وحياه عيلتك في خطر. هاتشي هنا بيزعل جدا لانه بيحس ان كله شايفه ضعيف. بعد كده حماه بيغير الموضوع وبيساله انت ليه عايز تشتري المصنع ده، بيرد عليه وبيقول له انا عاوز يكون ليا املاكي الخاصه وهدفع لكم سعر كويس في المصنع. حماه قال له انا فاهم موقفك ومقدره وموافق على البيع. بعدها هاتشي رجع لشغله لكن كان سرحان وقعد يرسم على ورقه جنب مكتبه، واشم اللي شافه على ايد الحرامي. بعد شويه قام وراح للراديو وفتحه وكانه هيسمع مزيكا، لكن واضح ان الراديو ده مش للمزيكا بس لانه كان وسيله للتواصل مع شخص غامض. فجاه طلع صوت من الراديو وساله ايه اللي حصل ليله امبارح. هاتشي رد وقال الحراميه كانوا اتنين راجل وست، كانوا مرعوبين جدا وشكلهم محتاجين الفلوس. الست كانت ماسكه مسدس وبتهددنا بيه، بس انا عرفت انه كان فاضي ما فيهوش رصاص عشان كده ما رضيتش اضربهم ولا اذيهم. الصوت اللي في الراديو رد عليه وقال له كويس انك ما ضربتهمش ويا ريت تفضل كده وما تستخدمش العنف مع اي حد. خلص اليوم في الشغل وبعدها هاتش راح على دار المسنين عشان يزور ابوه، قعد معاه شويه واتكلموا واكلوا مع بعض. هناك شاف صوره قديمه ليه وهو صغير مع ابوه وكان معاهم طفل تاني، وواضح ان الثلاثه دول كانوا فريق قتالي قوي في الماضي. بعد الزياره ديت رجع هاتشي على البيت وكان بيحضروا العشاء، لكن فجاه بنته جت وقالت له بابا السلسله بتاعتي مش لاقياها. السلسله دي كانت في طبق الفلوس اللي الحراميه سرقوه. الموقف ده كان القشه اللي قسمت ظهر البعير بالنسبه لهاتشي. طلع من البيت وهو خلاص قرر يطلع الوش التاني بتاعه، ورجع على دار المسنين عند ابوه اخد منه فلوس وحاجه تانية غامضه كده وخرج وهو
هو ناوي ما يرجعش قبل ما يجيب حق بنته. هاتشي اخد من عند ابوه شويه اوراق تخص المخابرات، معاه مسدس قديم. ابوه شافه وهو بياخد الحاجات دي، لكن الغريب انه محاولش يمنعه او حتى يساله انت رايح فين، كانه عارف اللي بيحصل وكان متوقع ده. بدا هاتشي رحلته للانتقام وراح على كل محلات الوشوم اللي يقدر يوصل لها. في كل محل كان يوريهم رسمه الوشم اللي شافه على ايد الحرامي ويسالهم مين الوشم ده، لكن محدش عرف يجاوبه لحد ما دخل اخر محل وكان مليان رجاله شكلهم مش طبيعي وكلهم مسلحين. ولما طلع الشاره البوليسيه القديمه اللي معاه، واحد من الرجاله بص له وقال له الشاره دي قديمه ومنتهيه الصلاحيه، يعني انت اكيد من الشرطه. في اللحظه دي كل استعد علشان يكسر المكان على هاتشي، لكن المفاجاه كانت لما هاتشي قرر يقلب الترابيزه عليهم وبدا يتعامل معاهم باسلوبه الخاص وبيقول لهم هاتشي انا معايا فلوس، بس اللي هيجري ناحيتها ويقرب مني هيعيش ندمان بقيه عمره. ونشوف ان صاحب المحل لاحظ علامه على ايد هاتشي، العلامه دي بتدل انه كان خبير ومهم في الجيش. وقتها صاحب المحل قرر يهرب بسرعه ويسيب كل اللي في المحل بما فيهم من الناس اللي جوه. في الوقت ده خلى كل الناس تخاف شويه ونزلوا الاسلحه وسالوه انت عايز ايه. هنا بقى هاتشي بيشاور لهم على التاتو اللي مرسوم وبيبقى موجود في المحل ويقول لهم انا عايز بس مكان اللي رسم الوشم ده، وفعلا بياخد اعلانه وبيخرج. وبنشوفه بقى وهو رايح لبيت الحرامي، اول ما بيدخل بيضرب الحرامي وبنشوف ان مرات الحرامي بتترعب وبتديله الساعه اللي سرقوها منه. هاتشي هنا قعد يصرخ فيهم ويقول لهم انا عايز السلسله، بس في الوقت ده بيرد عليه الحرامي بيقول له انه ما يعرفش حاجه عن السلسله. في اللحظه دي هاتشي سمع صوت صراخ طفل وبيدخل يشوفه، بيلاقي الطفل ده على جهازه مريض وعرف ان الحراميه دول سرقوا علشان يساعدوا ابنهم. هاتشي هنا قرر يخرج بره البيت بسرعه علشان يقدر يتحكم في غضبه، ولما خرج قعد يضرب في الحيطه لغايه ما هدى وايده كلها بقت دم. بعد شويه وصل لموقف في الاتوبيس وركب الاتوبيس، بيبقى لسه باين عليه الغضب. بعد كده بقى بتيجي عربيه جنبهم وبتكسر على الاتوبيس الطريق، وبينزل من العربيه دي مجموعه شباب كده ومش بيبقوا في عيون وبيركبوا الاتوبيس وبيقعدوا يرخموا على كل الركاب لغايه ما كل الركاب بينزلوا. مش بيتبقى غير صاحبنا هاتشي وبنت كده وبتبقى مرعوبه جدا. هنا بتيجي السواقه بتاعه الاتوبيس وبتزعق، لكن هاتشي بيبان عليه الانبساط جدا ان الشباب دول ركبوا خلاص هيطلع غضبه فيهم، وبيروح للسواقه وبينزلها من الاتوبيس وبيقول لها ما تقلقيش انا هعرف اسيطر على الموقف. وقفل الباب وبكل جرأه وقف باصص لهم، فضل يقول لنفسه البنت دي لازم تروح بيتها بسلام النهارده والشباب دول لازم يباتوا في المستشفى. الشباب دول لما شافوا هاتشي بدأوا يتريقوا عليه. فجأة اتنين منهم هجموا عليه وضربوه وقع على الارض، لكن هاتشي قام بسرعه وبكل قوه بدأ يضرب فيهم وبيصد هجماتهم ويسيطر على الموقف. الشباب في الاول كانوا فاكرين انه سهل، لكنه بدأ يمسك فيهم واحد واحد ويخلي كل واحد فيهم يتمنى لو ما بدأش الخناقه من الاول. هاتشي كان بيدي لكل ضربه يتلقاها رد اقوى، لكن فجأة واحد من الشباب ضربه بسكينه، لكن هاتشي كأن الموضوع ما هزوش، طلع السكينه من جسمه بكل برود وبدأ يستخدمها ضدهم وضرب واحد في رقبته والتاني في ايده والتالت في رجله لغايه ما الشباب اتكتروا عليه ورموه من شباك الاتوبيس. وهنا بقى تفتكر ان كده خلاص؟ لا يا معلم، هاتشي رجع تاني الاتوبيس، لكن المره دي شكله كان زعلان جدا والغضب باين عليه. قال للبنت اجري دلوقتي على طول، وهي فعلا جريت بعيد لانه كان واضح ان الاتوبيس ما فاضلش فيه غير هاتشي والشباب دول. مسكهم واحد واحد وبدا يطحن فيهم وما خلاش فيهم اي حته سليمه، والموقف ده كان مرعب لدرجه ان واحد منهم كان خلاص بيموت ومش قادر يتنفس. بس رغم كل ده هاتشي انقذ حياته، فتح له مجرى التنفس من جديد. وبعد ما خلص عليهم تماما نزل من الاتوبيس كل هدوء كان الموضوع كان مجرد تدريب عادي. بعدها بقى رجع على بيته وكأن ما فيش اي حاجه حصلت. ولما وصل هاتشي البيت مراته شافته في حالته دي وعلى طول فهمت ان هاتشي القديم رجع من تاني وخدته لجوه وبدات تعالجه من الجروح والبهدله اللي كان فيها. هاتشي وهو بيتعالج قال لها انا كنت مشتاق لشخصيتي القديمه وان زهقت من الحياه الروتينيه الممله اللي بتحسسني اني ميت كل يوم. وهنا بيبان برضو ان مراته هي كمان مبسوطه ان هاتشي رجع لشخصيته القديمه، لانها بصراحه كانت زهقت من الراجل الضعيف والممل اللي كانت عايشه معاه. الليله عدت في سلام، لكن القصه لسه ما انتهتش. في مكان تاني بعيد في المدينه عند كازينو مشهور بنشوف شخصيه غامضه، راجل واضح انه مهم جدا وماشي بخطوات ثابته والناس كلها بتوسع له الطريق وبتحييه وهي مليانه خوف ورهبه منه. الراجل ده مش اي حد، ده زعيم مافيا قوي جدا ومعروف انه ما بيرحمش، والراجل ده مرتبط بشكل مباشر بالقصه وهيكون ليه دور كبير في اللي جاي. وبنتعرف عليه بيكون اسمه يوليان، رجل اعمال كبير جدا ومسؤول عن منظمه خطيره اسمها الاوبشك. المنظمه دي مش اي منظمه، وهي نص الاقتصاد الروسي لانها بتتحكم في فلوس مشاريع المافيا واعمالها، ورجال اعمال كتير بيشتروا اسهم في الاوبشك دي ويعملوا مشاريع من خلالها، وده اللي بيخليها مركز اقتصادي قوي جدا. يوليان بيظهر في حفله فخمه متجمعه فيها اهم رجال الاعمال المرتبطين بالاوبشك. في وسط النقاش دوت بيقول لهم ايه رايكم في نظام تامين الاوبشك؟ واحد منهم شكله جريء شويه بيرد عليه بصراحه يا يوليان احنا مش مرتاحين، اسلوبك وتهورك بيخلونا نحس ان فلوسنا مش في امان. الكلام ده كان زي الضرب على وش يوليان وباين عليه انه اتضايق جدا، لكنه كتم غضبه وابتسم ابتسامه بارده. من اللحظه دي واضح ان في حاجه خطيره هتحصل قريب جدا. يوليان مش هيعدي الكلام ده بالسهل وقرر ان هو يرد عليه بطريقته، فكسر كوبايته وراح عند اضخم وهو واحد في الحفله ودب الكوبايه في راسه وبعديها قطع رقبته وخلص عليه. بعد ما خلص رجع بنفس هدوءه البارد وقرر يسأله الجميع دلوقتي ايه رايكم في تامين الاوبشك؟ طبعا محدش قادر يرد عليه وكلهم اتجمدوا في الخوف. عايزك بقى تتخيل معايا ان الوحش الكاسر ده هو اخو واحد من الشباب اللي ضرب
ضربهم هاتشي في الاتوبيس. في اللحظه دي يوليان جاله تليفون من المستشفى بيبلغوه ان اخوه بين الحياه والموت. بعد خناقه كبيره يوليان ما استناش وطلع جري على المستشفى. هناك شاف اخوه في حاله بين الحياه والموت، وهنا غضبه انفجر لما عرف ان اللي حصل كان بسبب حراس اخوه، لانهم كانوا المفروض يحموه لكنهم فشلوا وسابوه يتضرب بالشكل ده. في وسط غضبه بدا يضرب في حراس اخوه واحد واحد، ولما واجههم واحد منهم قال له يا زعيم اللي ضربنا كان واحد قوي جدا وشكله محترف او مجرم، بس احنا نعرف مكانه لانه وقع حاجه تدل عليه. يوليان هنا بص له وعلامه الانتقام واضحه عليه وقال عرفوني كل حاجه عنه دلوقتي. ونشوف ان الكارت اللي وقع كان عليه بيانات شغل هاتشي، وده اللي خلى رجال يوليان يعرفوا هو مين. تاني يوم الصبح هاتشي بدا يومه بمنتهى الحيويه والنشاط، وبقى واضح عليه انه استعاد نفسه القديمه، حضر الفطار لعيلته وهو في قمه السعاده. وهنا ابنه بيشوفه وبيقول له ايه اللي مشلفطك كده. هاتشي ضحك وقال له امال لو شفت اللي انا ضربتهم بقى عاملين ازاي. بعدها بص لابنه وقال له على فكره اللي انت عملته ليله الحادثه ده كان موقف شجاع جدا وانا فخور بيك. بعد كده قعدوا يفطروا مع بعض. في اللحظه دي بيجي له مكالمه تليفون، نفس الصوت اللي كان بيتواصل معاه في الراديو. هنا الصوت بيقول له انا مبسوط جدا انك قدرت ترجع لشخصيتك القويه من تاني، بس المشكله انك كده فتحت على نفسك باب كبير. صوت في المكالمه بيقول له اللي عملته امبارح كان كارثه، الشخص اللي ضربته في الاتوبيس ده مش اي حد، ده اخو مجرم قوي جدا، صدقني المجرم ده مش هيسيبك في حالك، علشان كده لازم تروح عند الحلاق. وبنفهم هنا ان كلمه الحلاق ديت ما كانتش معناها العادي لكنها مصطلح سري بيتداولوه بين افراد المنظمه. الحلاق ده شخص او نظام سري بيزودهم بالمعلومات اللي محدش غيرهم بيقدر يوصل لها. لكن هاتشي كان في قمه الحماس والسعاده في حياته اللي رجعت ليها الاثاره، فقرر يطنش التحذيرات دي ويروح شغله كأن مفيش اي حاجه حصلت. ويومه ماشي طبيعي وكل شيء كان تمام. بعد ما خلص شغله اخيرا قرر يروح للحلاق. هناك قابل عميل سري مهم شكله كان عارف كتير عن العالم اللي هاتشي اتورط فيه. هاتشي هنا بيسأله بيقول له ايه القصه مع يوليان. العميل رد بجمله واحده لخصت الموقف كله. باختصار يوليان هو اسوأ راجل ممكن تتورط معاه، وان هو ما بيهزرش وعنده نفوذ وسلطه يخلوا اي حد واي شيء يختفي من على وش الارض. ده غير انه مسنود باسطول كامل من الرجال المدربين والمسلحين. المعلومات دي خلت هاتشي يدرك ان اللي جاي اكبر بكتير من مجرد خناقه، لكن في نفس الوقت كان مهيأ تماما يواجه التحدي مهما كان حجمه. وهنا العميل بيكمل كلامه لهاتشي طالما دخلت مع يوليان في صراع لازم ينتصر عليك علشان يحافظ على مكانته في منظمه الاوبشك والا هيخسر كل حاجه. في نفس الوقت يوليان كان بيجمع معلومات عن هاتشي واكتشف ان هاتشي شخص خطير جدا وعنده سجل جرائم بشع. كانت واضحه ان شخصيه هاتشي القديمه دي مش مجرد شخص عادي، بس كان واحد عامل مشاكل كتير وكان مخبي خطورته بسبب تاريخه العنيف والمؤذي. بالليل بقى هاتشي كان قاعد بيتعشى مع مراته وعياله في هدوء، لكن فجاه شاف عربيات كتير تركن قدام البيت. فهم هنا على طول ان دول رجاله يوليان جايين يصفوا الحساب. بسرعه خد مراته وعياله ووداهم القبر وقفل عليهم كويس علشان يحميهم. قرر يواجه العصابه بنفسه. اول ما العصابه دخلوا من الباب ما عدوش الممر الا وهاتشي كان قتل منهم ثلاثه بسرعه وقدر يتصرف ويبدا يقلل في عددهم واحد ورا التاني. هاتشي كان بيخلص على كل افراد العصابه وما فضلش غير ثلاثه. واحد منهم للاسف ده كهرب هاتشي وقع على الارض. العصابه اخدوه في العربيه علشان يودوه عند يوليان، لكن المفاجاه ان هاتشي كان فاهم اللعبه ففك نفسه بسرعه ودخل لهم وبدا يرش عليهم ماده قابله للاشتعال. فجاه حصلت مفاجاه كبيره، العربيه اتقلبت في الطريق بكل اللي فيها، لكن رجاله يوليان كلهم ماتوا في الحادثه. بعدها رجع على بيته ولكن اتصل بابوه علشان يحذره، بيقول له ان في ناس هتيجي تزورك الفتره الجايه خلي بالك. كان واضح ان العجوز ده هيطلع مفاجاه غير متوقعه وكأن الامور مش هتكون سهله. لما وصل هاتش البيت كان في دربكه وحركه غير طبيعيه قدام البيت وكأن في حاجه مش مظبوطه، لكن هو مش هيسكت ويبدا يواجه كل المواقف بشجاعه. هاتش استحمى بسرعه وابتدى يجهز نفسه، وبعد كده طلب بيجيب مراته والعيال من القبر اللي كانوا مستخبيين فيه. كانوا متفاجئين جدا من المجزره اللي شافوها، لكن هاتش كان مركز في اللي لازم يعمله وجهز الشنط بسرعه وقال لمراته انها تاخد العيال وتهرب بيهم بعيد عن كل ده. في نفس الوقت راح هاتش يطلع سبائك الذهب اللي كان مخبيها، لكن الغريب انه جمع الجثث اللي كانت في المكان وابتدى يحكي عن نفسه انا عميل سري للمخابرات وفي يوم كلفوني بمهمه علشان الحق حرامي سرق فلوس كتير من القاعده العسكريه والمصانع بتاعتها. بعد كده هاتش قرر يعلن الحرب على يوليان وكان واضح انه مش هيقف لحد ما ياخد حقه. على الجانب التاني يوليان برضه مش قاعد ساكت وابتدى هو كمان يحضر الخطوات وكلم واحد من رجالته وقال له ابعت لي ناس كتير. في نفس الوقت كان هاتش داخل المصنع وقفل الباب على نفسه وادى للموظفين اجازه، وبعد كده ابتدى يجهز الاسلحه والقنابل اللي ممكن تخطر على بالك. لكن الصوت اللي سمعه هاتشي طلع تاني وقال له اللي بتفكر فيه ده كارثه كبيره ممكن يتحول لحرب مدمره، وانا مش هقدر اخرج من المخبأ بتاعي علشان اساعدك زي كل مره. لكن هاتشي كان عنده قرار حاسم، قال له دول هددوا مراتي وعيالي وابويا وانا مش هسيب حقي ابدا. في نفس الوقت دوت بنشوف رجاله يوليان رايحين لابو هاتشي البيت وبيلاقوه نايم ومشغل التلفزيون ولسه هيقتلوه. فجاه طلع السلاح وقتلهم وخلص عليهم. بعد كده بنشوف هاتشي حمل كل الاسلحه وراح على منظمه الاوبشك، كسرها وقتل كل الرجاله اللي فيها لوحده واظهر قوته الحقيقيه. في الاخر هاتشي بيقرر انه ينهي كل حاجه بطريقته، فبيفجر المصنع بالكامل ويحرق كل الفلوس اللي فيه. بعدها بياخد طريقه على الكازينو اللي يوليان كان سهران فيه.
كل جرأة هاتشي بيقعد قدامه بيقول له انا حرقت لك كل ممتلكاتك وكمان الاوبشك باللي فيها، بس صدقني ممكن اعمل اكتر من كده بكتير، علشان كده بطلب منك حاجه واحده بس. وقتها يوليان بيرد عليه وهو مستفز، انا كان ممكن اسيب الاوبشك واستقيل، لكن بعد اللي انت عملته هما مش هيسيبوني، عشان كده لازم اخلص عليك الاول. بعد كده هاتشي بيبان عليه انه مش عاجبه الكلام وبياخد بعضه وبيمشي، وبنشوف ان العصابه كلها توسع له الطريق. بعد كده بياخد عربيته وبيمشي وبيتجه على ناحيه المصنع، واول ما هاتشي ما بيوصل تحصل مجزره حرفيا. يوليان مع رجالته بيضربوا عليه النار، ونشوف ان في حد بيساعد هاتشي، بيطلع الراجل اللي كان معاه في المنظمه ابو هاتشي، بيساعدوه بيضربوا النار على العصابه. بعد كده هاتشي واللي معاه بيدخلوا جوه المصنع وبيفضلوا يضربوا النار على كل العصابه اللي جوه وبيخلصوا عليهم كلهم، وكده ما بيتبقاش معانا غير يوليان. فجاه هاتشي بيطلع قنبله وبيربطها كويس وبياخدها وبيجري ناحيه يوليان، والانفجار بيحصل وبيموت يوليان على طول، وينتهي الكابوس اللي كان عامل قلق للجميع. بعدها بنلاقي هاتشي واقف في المصنع اللي فجره مستني الشرطه تيجي وتقبض عليه، وده بيرجعنا لاول مشهد في الفيلم لما المحققين كانوا بيحققوا معاه. فجاه جالهم اتصال غريب وواضح ان هاتشي عنده نفوذ كبيره، ان بعد المكالمه دي بيطلع براءه ويرجع لحياته الطبيعيه مع مراته وولاده. في النهايه هاتشي بياخد عيلته وينقلهم لبيت جديد بعيد عن المشاكل، وبيبدا حياه جديده بكل هدوء. وبكده يا صديقي بيكون وصلنا لنهايه الفيلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك علشان تشوف باقي الملخصات الجايه. سلام.